تعالى وبركاته. حبابتي كما شفتوا لامونج راهي قدامكم. شحال من وحده بعثت لي على هاد لامونج، وكي جاتني في الفرصه اني نخيط هاد الموديل كما راكم تشوفوا فيه في الصوره، اني خدمت نفسه. انا درك بديت بليمونج بيان سور لا غوب من بعد نكملها، وان شاء الله كي نكمل الموديل كامل اني نصوره لكم ونحطه لكم طبعا. ما علينا، شوفوا هاد لامونج انا درت مونش واحده باش تشوفوها كموديل، ونديروا المونش الثانيه مع بعضنا. المونش هذه راهي تتلبس، ما تركبش في لاغوب، تتلبس محطوطه وحدها يعني. ما علينا، اول حاجه لوشي هو نحتاجو ميترا كامله تاع لاغونزا. للاسف لاغونزا كوم زهري فاتح ما جاتش تبان مليح، انا دوك نظلم شويه في الفيديو باش يخرج لكم يبان. شوفوا العرض تاعو، العرض 30-32، والطول تاعها كامل 52 ل51. انا سما عامله مونش، يعني كي تطبقها على زوز تلقاي فيها 22 او 20 سنتيمتر كعرض، والطول اي 30 الا 31. تحبي اقل تحبي كيما تحبي انتيا، هذا المونش كيما هك. ثم نقدروا نديروا هذا الموديل في مونش كوربين، نديروه تاني المره الجايه مع بعضنا. ما علينا، المستطيل هذاك نديرو منه 2، نخليو المستطيل التحتاني صغيرين نعملوا لهم نفس الطول، قلنا 50 على 30. نجي هذه المترة كاملة انا كنحي منها الطرف هذاك يقعد كامل من المترة كامل، نقسمه على 2 باه يجوني، يعني الطول تاعو مترة والعرض تاعو راح يجيني نص مترة. هذا اللي قاعد دلي هو الطول تاعو ديما راح يبقى ديما في الطول مترة، والعرض ينقص. نحكموا الطرف هذاك اللي بقالنا حنايا من المترا كي نحينا هذوك المستطيلات الصغيرين. المستطيل يقعد كبير تقسميها على زوز، اللي قلتلك جاني متر على 50. شوفي اول حاجه نبداو لي بليات اللي باش نقلب لامونش، باسكو لامونش هذاك راح يجي كانه البطانه، الطبطين هذاك اللي تحت المستطيل الصغير هو طبطين لامونش. اوكي، انا نجيبها لكم واحده واحده. كنت راح ندير لكم فيديو تسريع برك مع موسيقى، اما مش راح تفهموه. انا هكا نفهمكم بيان. ها هاد الكوتي دوك نروح ندير بليات اللي كيما هنا، ها هو هذا المونش الواجد. شوفوا البليات من بعد تقلبي باش يخرج بوفون، يخرج مكشكش بطريقه احلى. هنا خيطوا هاي الخياطه، ديري بليات كيما تحبي، قلبيهم اكوتي تقلبيهم قابلين على بعضهم كيما تحبي انتي. تفاصون خرجي بليات ملاح، تسمى كما ديري ما حتخرج كشكل تاعها ملاح، باسكو لا غونزا تجي واقفه. ونقلب درك صايله فينيسيون شغل كملناها. انا قلبت، تبدا الخدمه هنا. ركزوا معايا مليح، تجيبوا معاكم لي زيبانجل، ماذا بيكم تكثروا لي زيبانجل. ونبداو في لي كوتي، نحكموا لي كوتي من الراس، يعني الزاويه مع الزاويه، الحرف مع الحرف، تحطيها مع الحاشيه وتبداي تعملي بليات باش نحكم ادم الحواشي تاعها. ثم اللي راح يجيو لي كوتي الجوانب نتاع الكم نتاعنا او لامونش، ونبدا ندير بليات يا متقابلين يا قلت لك ماشيين في تري واحد كيما تحبي. ما يهموش هذوك، تما الخدمه كلها حنخدموها احنا في النص باش نديروا الكشكشه تاعنا. هاني ندير فيها، نحط بركه، ندير لامونش الحاشيه تاع لامونش. هذا من الجوانب، هذا من الجوانب تاعو. ثم بعد كي تقفلي منه، نبدا منه معلاه باش نحكم الحواشي، واللي يقعد لي في الوسط قماش الفولار هذاك انا نخدم به الكشكشه في الوسط. تبعوا مليح، واللي ما تفهمش دير وتعاود، والله ما راح تلقاو اسهل من الشرح هذا، او سهل خلاص صح، او فيه شويه تكنيك صعيبه، اما تبعوني بركه باش يخرج لكم بيان. فيه يصلح في لاغونزا، ويصلح في الفولار، يصلح في الساتان اللي طومبي يجي يهبل. تفاصوني قاعد ندير في الحواشي الجوانب الزوز صح، الجانب اللي منا الايمن والجانب الايسر. نحكم بيان لي كوتي تاعي يقعد لي القماش نخدم فيه في النص، في النص. انا سي بون حكمت الحواجي صاي، بقات لي الخدمه في النص. شوفوا معايا في النص كيف راح نخدم.
نزيد نكمل بلي زيبانجل. دركا نخليو اكيد الاساس او الطبطان اللي من تحت، هذاك المستطيل الصغير اللي تحت ما نمسوهوش، نخدمو على المستطيل الكبير تاعنا احنا. هاك هذا نهز لامبي الاول، ندير بالاول بالثاني ونحكم بالبانجل او بالدبابيس. وما تنساوش هاد البلاصه اي بلاصه نديرو فيها دبوس من بعد ما نكمل الخياطه نحكموها بالابره والخيط. انا ما نحكمهمش بالماشينه، بس كل ماشينه راح تكمشهم لي، وديجا مش حتقدر تحكمي الماشينه لانه تكنيك صعيبه. هنا تحكميهم بالابره والخيط. نديرهم بطريقه عموديه. درك راني قاعده ندير عمودي بالطول، افهموا. درك نحكم التكميشات الاولين كيما راكم تشوفوا، نحكم بالدبابيس بالطول بالطول حتى يفض القماش تاعي. هاك نحكم ونكمش وندير بشكل عمودي. هنا شوفوا كملنا التري الاول اللي هما على شكل عمودي هك قد. دركا نعمل على شكل افقي، نعكس نبدا نحكم القماش على الشكل افقي. سامحوني هنا ليكلاراج دي فوا تقوى ما فهمتش كيفاش، حتى دوكا ما يبان لكم مليح، حتى كي نقص الضوء نتاع التليفون سامحوني حتى نقصلو بيان هاك. تسمى اني عامله فيديو مظلم باش يبان لكم، على خاطر الفولار فاتح ياسر اللون تاعو، حتى ولو درتو اسود مش راح يبان، لازم نعملوه شويه هكا ناقص ضوء باش تبان التفاصيل. شوفوا معايا مليح. دركا راح نخدم شو كيفاه نكمش بالحيله. نحكم دركا الاخرين درناهم قلنا شكل عمودي، دركا راح ندير شكل افقي، يعني نديرهم العكس تاعهم، واحده بالطول واللي تحتها تجي بالعرض. وما نديروهمش على استقامه واحده، شكلي شويه، واحده ديرها هابطه واحده ديرها طالعه، واحده ديرها هابطه واحده ديرها طالعه، باش تخرج الكشكشه ملاحه وتتهز، يعني تبقى ديما هذا لومبي تاعها بومبي بطريقه كيوت هكا وملاحه. وعلى قد شوفي انا الموديل للاسف الموديل هانك نزيد نحطه لكم في الصوره، الموديل كيما هاك، انا كيما جابولي الموديل لازم نخدمه. والطريقه ان شاء الله المره الجايه اللي نديرها لكم في لامونش كورباي ان شاء الله نديروهم للعيد، قناضر العيد ان شاء الله بيهم راح يجي في مونش كورباي، يجي تحفه لانه راح نديروهم صغيرين. نديرو هادوما لومبيات الكل نديروهم صغيرين، نديرو واحد طويل واحد قصير تخرج تهبل الكشكشه تاعهم ونخرجوه بطريقه روعه. وزيدو اون بليس نعمروهم بالليباغ اللي يخرجوا يهبلوا. انتظرونا جديد مع جديد باذن الله، تابعوني بركه وباذن الله نخرجوا نديرو كل شيء جديد مع بعضنا. ماما لا مانش هنا بدات تبان، شوفوا مليح، شوف من تحت بيت تبان تجيها اللي كفيناها وقلبنا احنا صايبان. عاود الطبطانه تاعها من الداخل بيان سير بعدك تتخيط كيما هاك. بصح قبل هذا الشيء كامل عندنا احنا اللي من الفوق هذوك من الجهه اللي جايين درناهم عموديين، هذيك انا نروح نسرجيها ونكفها وندير لها لاستيك باش كلامونش مش راح يركب في لامونش، عفوا في لاغوب مش راح يركب في الفستان. هنا سرجيتو، شوفوا معايا لا فينيسيون بدات تبان، يعني بدات تبان الشكل تاعو بدا يبان. درك واش راح نجيب لاستيك مطاط طوله حوالي 17 سنتيمتر او 15 سنتيمتر على حسب الزنده انت اللي عندك. انا لا طاي دي لا طاي زفالت ملاحه يعني ماشي سمينه، حملت لها لاستيك ركيك وفي نفس الوقت طوله حوالي 17 سنتيمتر، يعني على 2 راح يجي 7 في 7 مع الطمطات هذوك يجي بيان باش ما يطيح لهاش، فهمتوني. دوك نروح نركب بلاستيك ونكفو يعني نقفلو ونشوفوه بالشكل النهائي ان شاء الله.
شوفوا معايا لاستيك، شوفوا كيفاش جاي من تحتها. هذه جهه لاستيك بيان سور راح تجي وين الكتف، والجهه اللي ما فيهاش لاستيك راح تجي من تحت بهذا الشكل كيما تشوفوا فيه في الصوره. شوفوا نحاول نركبوه. شوفوا لي مونش كي عادوا في زوز راكبين كيفاش خرجت، كيوت 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 وخفاف هاد لي مونش. وهاد لومبي تاعهم وهاد الكشكشه ما تنزلش ابدا، مهما تكشكشاها بيدك وتنزلاها مش راح تنزل، تبقى ديما كيما هاك. بيان سور نتوما اللي تحبوا اللمسه تاعكم قلت لكم في البلاصه اللي تخيطوها بالابره ولا خيط تركبوا ان بوليت، يعني ان بيرل، تركبوا بيرل، تركبوا ستراسه، مهم تخرج تبل تبل باش تجي تبان الكشكشه. طبعا في الفيديوهات اللاحقه نديروا مونش باللي بيرل ويكون مونش كورباي، ما يكونش مونش سواغي بيان سواغي كيما هذا، نديروا مونش كورباي. انا اختي تاخذوا الفكره، بما انه الطيات كانوا كبار تقدروا ديروهم صغار، تسمى كي تتعلموا ديري طيات بالشكل هذا كبار راح تتحفوهم وديروهم صغار بهذا الشكل. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء حبوباتي في الشكل النهائي، ونعت لكم لاغوب ونوري لكم الموديل كامل كيفاش راح يكون ان شاء الله. الى اللقاء.